قصيدة بعنوان نخوة قبيلة مراد، كتب كلماتها السجين محمد عبد الله الجوفي، موجهة لقبيلة مراد مشائخ وأفراد ينتخيهم في إخراجه من سجن إدارة بحث مأرب بحل قبلي. ويليه الجواب من أبو عتيق صادق مسعد عباد الطماحي بلسانه ولسان مشائخ وعقال وأعيان مراد الشرفاء. أداء عمر محمد الحالي. مرادي يا راس مذحج والقبول جمعة، يا قوم تاريخها مشرق يشق الراس. مراد لمنع من هو يحمل المنع، منع المروءة ومنع القبيلة والساس. يالله لك المراد الحق والراجعة، وانت الحكم يا إله الناس بين الناس. سخرت للخير من يرعى ومن يسعى، ومن يداوي جروح الناس بين الناس. يالله لك المراد الحق والراجعة، وانت الحكم يا إله الناس بين الناس. سخرت للخير من يرعى ومن يسعى، وما يداوي جروح الناس غير الناس. أنا على باب جودك داعيك مدعى، من بعد جودك قصت الليلة النبرس. يا راس مذحج وتاج القبيلة جامعة، يا قوم تاريخها مشرق يشق الراس. مراد لمنع من هو يحمل المنع، منع المروءة ومنع القبيلة والساس. في دماء كل ناشم سارية طبعة، شهامة أغمار الفزعة وشدة باس. منع المشايخ ومنع الشيخ والرابعة، منع الجدود العريق أهل تخلوا ياس. يحل نخرج من الضيقات الوسعة، على شروع القبول دي تبعد الوسواس. بقعة واسعة وانا ضاقت علي بقعة، في سجنك النقالية في وسط محماس. لتسعها عوامية وباه من تسعة، شربت من جرى العلقم ومر الكاس. يشهد علي خالق ذي رافع السبعة، وخالق أشرقها والليل والعسعس. مالي رضا وهدف وعقلي يستوعى، في قتل صاحب ترابنا على النماس. كنت احسبه لي حزام الظهر والدرعة، وانا سلاحه في الساحة وفي المتراس. ولكن الله قضى واختار ذا الوضع، والعمر محسوب بالساعات والأنفاس. كنت احسبه لي حزام الظهر والدرعة، وانا سلاحه في الساحة وفي المتراس. ولكن الله قضى واختار ذا الوضع، والعمر محسوب بالساعات والأنفاس. مرادي يا راس مذحج والقبول جامعة، يا قوم تاريخها مشرق يشق الراس. مرادي لمنع من هو يحمل المال،
من علم وروح ومنع القبيلة والساس، في ختمها ذكر طه يجلب النفع، صلاة تغشه مثل الفرج والناس ناس. جواب أبو عتيق صادق مسعد عبادي الطماحي. مرحب تراحب حسب السلف والشرع، حسب السوايد وعادة القبول والناس، مرحب على الراس والعينين له مرعى، والحد والقوم كايله خمس واسداس. مرحب تراحب حسب السلف والشرع، حسب السوايد وعادة القبول والناس، مرحب على الراس والعينين له مرعى، والحد والقوم كايله خمس واسداس. حيا قبيلي عريق الساسة والفرع، من زيد الأقوام فقفه وقف أساس، للسلف والعرف منبع والوفا سطعة، ملفى ومركة وما وكل من يحتاس، والسعي ذي بلاف من فلا قرعة، لعندي عالة مراد الساس والمبراس، قروم عظمة من كل ذي جزعة، وتكرم الضيف والعبر بكل ناس. لهب صوت النداء هبه ولا الفزعة، ولنا كاف كالذياب في لظى الغلاس، تحب صنع الجمايل والجميل أوعى، وتبغضه للفتن والشر والخلباس. لو تبذل الروح لأجل الصلح والنفعة، بالحق تسرح وتاوي رافعه للراس، والناس للناس والبر لنا جمعة، نتقاسم الحزن والأفراح بالمقياس، على دروب الكرامة والصفا نسعى، ونعمل الخير مهما الجور والأغباس، مهما تكون الصلابة للقبل سمعة، بالليل يفتل صاخ الصم والأجواس. كل العقاد حلاها بالوتر والشفعة، تفلها المعرفة من دون ضرب الفاس، محد من الله ييأس والبشر ينعى، الخير لا زال عند الناس والإحساس، مصاحب لا ما تضر انطاعه واقعه، يفزع كمال ليث ما يخشى من الإفلاس، أما العوافي فلا حاجة لشي يدعى، كل ساعي على نفسه ولا أضراس، وهكذا أهل السواد تشفي الوجعة، مهما يكون الثمن بتق حاصل أجناس، على بياض الجبيه القبيلة تسعى، تحمي بنانه لأجل العز ما ينداس، الجدل الجملي يسعى والحمام لمعة، والفصل يسعى لكسب المال والبعساس، والموقف الحكم يظهر معدن الصنعة، الخامي القوي يتملص ضعيف الساس، واحنا مراد الشهامة ما بها العا، الطفل والشاب والشايب شديد الباس،
نسل العار